ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وإحنا لسه بنكمل في الموضوع النهاردة، العلاقة التوكسيك. معانا رسالة صوتية نسمعها مع بعض. أنا اسمي مريم. أنا تعرفت على شخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. بدأت علاقتنا تاخد شكل برايفت شوية. في الأول كنت فرحانة ومبسوطة بالكلام معاه. كان شخص باين إن هو عايز يحتويني في الكلام، لكن شوية بشوية بدأ يحاول السيطرة عليا بشكل كامل، وينتقد كل حاجة منشورها على صفحتي بعد ما كان أول واحد معجب بكل آرائي. بدأ يطلب مني إن أنا أغير اللي بكتبه واكتب رأيه هو، ولما بدأنا نختلف بدأ يهددني إن هو هيشوه سمعتي على السوشيال ميديا لو ما سمعتش كلامه، وده خلاني بقيت حاسة إن أنا مخنوقة ومتضايقة على طول. هنا العلاقة يا مريم مختلفة شوية. هو دخلك الأول بقد إيه هو معجب بيكي، وقد إيه معجب بأفكارك، وحسسك إنك إنسانة حلوة قوي في عينيه. لما بقى هو أهم واحد في الدنيا، أنت عايزة تبقي حلوة في عينيه. مجرد ما تطمن إنك أنت يعني مش عايزة في الكون غير إن هو يبقى معجب بيكي وراضي عنك، بدأ على طول عقده تطلع. لأن مش معقول حضرتك هتعيشي بقى عيشة إنك أنت إنسانة ناجحة ومفيش زيك، فيبدأ يكسر فيكي نفسيا. أنت اتخضيتي، قلتي إيه اللي غيرك؟ إيه اللي عملك؟ ولا أي حاجة، ولا هتاخدي رد. وفي نفس الوقت أنت جواكي صراع. أنت متعودة على البني آدم ده، أنت مبسوطة معاه، رأيه بيسعدك، كل الآراء اللي بتجيلك على صفحتك أو البيج بتاعتك مش فارقة معاكي. اللي فارق معاكي بجد رأيه هو، اللي بيسعدك بجد كلامه هو، لأنك اتعودتي عليه هو. موضوع التهديد بقى اللي هو هشوه سمعتك على السوشيال ميديا دي، هي طبعا رسالة مسجلة، فأنا مش قادرة أسألك يعني هيشوهها بإيه يعني إيه اللي معاه يقدر يهددك بيه. لكن كلمة هشوه إنه إيه، يكتب مثلا كومنتس مثلا سلبية عليكي، في الآخر هو بيحاول بس يغلوش على القصة عشان تتراجعي وما تسيبهوش، لأنه بني آدم توكسيك مغرور محدش ينفع يسيبه. طيب، معانا مداخلة نسمع مع بعض. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أنا اسمي فاطمة. أهلا بيك يا فاطمة. أهلا بحضرتك. أنا كنت مرتبطة بشخص ظهر في البداية طبعا. كأنه شريك حياة مثالي، وكنت طايرة بيه طير وبقول ده عوض ربنا ليا. لكن بعد فترة ظهر وش تاني خالص، بدأ يستخدم أساليب يلعب بمشاعري، يحسسني بالذنب. ثانية واحدة، يعني إيه بيحسسك بالذنب؟ وأي موقف يحصل أنا اللي أبقى غلطانة. أوكي تمام، يعني دائما بيلقي اللوم عليكي سواء غلطانة أو مش غلطانة، هو ما بيغلطش. عاوزني أرجع ليه في كل حاجة، أي حاجة تخصني حتى لو صغيرة. لغى شخصيتي خالص، بيرتاح لما يلاقيني شخصية سلبية ومليش رأي، ودايما معيشني في دايرة من الندم والذنب. ده خلاني مبقاش عندي طاقة لصحابي ولا لأي حد، وبقيت بتجنبهم، وبقيت منعزلة تقريبا عن الناس وحتى لقاءات العيلة. مع مرور الوقت حالتي النفسية أنا هضيف حتة صغيرة على شخصية الراجل التوكسيك، إن هو يبدأ في الأول من كتر حبه ليكي يبدأ يغير عليكي، وتحبي هذه الغيرة وتشعري إنك أنت برنسس من كتر ما هو خايف عليكي تروحي منه. فيبدأ أول ما تخشي في علاقات طبيعية، يعني بنت خالتك جاية لكم وخالتك جاية، يبدأ يقولك أنا مش قادر أقعد، أنت غبتي عني ساعتين، أنا مش قادرة أستحمل، أنا ما أقدرش أبعد عنك، وأنت تبقي مصدقة وتبقي فرحانة بده. بعد شوية بقى تفاجئي إنه عمال يعزلك عن اللي حواليكي، بيقصقص كل علاقاتك. لما تبقي في الآخر
مفيش غيره هو. ولما تيجي تعملي أي حاجة من غير ما تقولي له يلومك ويحسسك إنك غلطانة. إزاي ده أنا أحسن واحد في الدنيا، ده الوحيد اللي بحبك، تروحي تعملي ده من غير ما تقولي لي وتحسي بعقدة الذنب اللي أنت ما عملتهوش زي ما كنتي بتحكي لي. طبعا انفدي بجلدك، خدي بعضك واستعوضي ربنا في الأيام اللي فاتت، وربنا يعوضك باللي أحسن منه. مش كل إنسان بيقدم لنا كويس قوي في الأول بيبقى هو كويس في الآخر. عشان كده دايما بنقول لازم ندي العلاقات وقت. زمان كانوا بيقولوا الخطوبة لما بتطول الجوازة بتبوظ. يا جماعة هي مش بتبوظ عشان الخطوبة طولت، هي بتبوظ عشان عرفوا من بعض واكتشفوا عيوب بعض وعرفوا انهم مش هيعرفوا يكملوا مع بعض. ادوا العلاقات وقت. ما تصدقوش، انا عذراكم. انا عذرة اي بنت او اي ست بيجي لها مشاعر جميلة زي اللي بيديها الراجل التوكسيك في الاول. عذراها وبطلب منها انك ما تستجيبيش ده وما تصدقيهوش، وانا عارفة انه صعب، بس دي الطريقة الوحيدة اللي احنا ننجي نفسنا بيها من الراجل التوكسيك. طيب معانا رسالة صوتية نسمعها كده مع بعض. أنا كنت متجوز من فترة كبيرة، وزوجتي شخصية متسلطة وغيورة بشكل صعب. آخر كنت فاكرة إن هي غيرة، والغيرة معناها حب وكده يعني، بس مع مرور الوقت بقى الضغط كبير، بقى تحكم في حركاتي وفي خروجاتي. بقيت أحس إن هي بتحاسبني، وقفلي على كل كلمة، حتى اللبس بتاعي، ألبس إيه وأعمل إيه، حتى لو كان ذوقها ده مش عاجبني. بس هي بتحاول تتحكم فيها في كل حاجة، عايزة تمشي عليا كلامها في كل رأي وفي كل حاجة، هي اللي تنفذها وهي اللي تقولها وهي اللي تعملها. حتى مع أصحابي أصاحب مين وأمشي مع مين وممشيش مع مين وكده. وعلى مستوى العيلة كانت بتتضايق أوي لما أروح أقعد مع أهلي وكده، تقعد تتخانق معايا وتسمعني كلام ملوش أي لازمة. فأنا بجد تعبت منها، مش عارف أعمل إيه. خلتني بعدت عن كل الناس وبقيت معزول عن العالم كله. ومش بتكتفي بده بس، لأ بالعكس، ده بقت تسخر مني وتنتقدني في كل حاجة. أنا بجد بعدت عنها، لكن تعبان مش عارف أعمل إيه. نفس الموضوع. الشخصية التوكسيك مفيش أحسن مني في الدنيا، لا بنت خالتك ولا مامتك ولا أختك وأوقات منهم كمان ولا حتى بنتك. أنا وبس، أنا رأيي الصح. أنت لابس ده، أنا قلت مش ده يبقى أنا الصح. الغرور بيبقى مالكهم جدا، والغريبة إن الغرور بيبقى في شخصياتهم وبيكون ملازمه أوقات عكس الصفة اللي هي عدم الثقة في النفس، لأن هم بيحاولوا دايما يثبتوا اللي قدامهم إن هم صح أكتر، لكن هم فعلا مرضى إن هم أحسن ناس، وراهم الطوفان، هم بس اللي بيفهموا، مفيش غيرهم بيفهم. اللي انت فيه ده تعود، والتعود العاطفي هو نوع من أنواع الإدمان. أعتقد إنك أنت عارف كويس قوي إنك أنت كمان كراجل ما ينفعش تدمن على ست مؤذية وبتقل منك.